راح أسوي لكم ترند البصل. أعرف غايبة عنكم صار فترة، بس اليوم راح نسوي هاي الوصفة السهلة والبسيطة والطعم مالها يجنن. أول شيء أخذت بصل أبيض، قطعته بالنص، شلت اللبة مالته وقطعته من الأطراف. نخلي مي على النار بس يبدي يفور المي، راح أخلي بيه البصلايات. طبعا خليتهم تقريبا 5 دقائق، بعدين نشيلهم من المي حتى يصفون ويبردون شوية. للحشوة لحم وبصل، راح أخلي عليه بهارات راح أكتبها لكم جوا الفيديو. أضيف عليهم ملعقتين كبار من المعجون وشوية زيت نباتي أو زيت زيتون. خليت فوقهم دبس رمان وليمون، وخلي فوقهم باقة من المعدنوس، طماطم مثرومة، واضيف عليهم التمن المدعبل يكون منقع تقريبا ربع ساعة. خلطتهم زين. جبنا التبسي خلينا عليه ورق زبدة وصفطت عليه طبقة من شرايح البوتيتا. هنا بسهولة بس يبرد عندنا البصل راح ينفتح وحدة وحدة وبدون ما تتكسر. أحشيهم وأصفطهم وحدة بصف اللخ. طبعا التصفيط تصير حلوة يعني، وحاولوا تختارون البصلايات يكونوا مو كلش حجمهم كبير. بعدين راح نجيب كوبين مي، أضيف عليهم دبس رمان ولمندوزي وملح وشوية فلفل أسود ونعناع. أخليه فوقهم وأغطيهم بورق زبدة منقع وأدخلها الفرن على نار 220 درجة تقريبا ساعة وربع. وراها راح أخلي دبس رمان على الوجه وأرجعها 10 دقائق أو 5 دقائق. أزينها بالمعدنوس والحب الرمان. كلش طيبة علينا وعليكم، بألف عافية. كانت إياكم الشيف مها، وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك.